هو مش احنا في صيام ومفروض اكلنا قليل صح كده؟ لا بجد انا ما لحقتش اكل، بجد ما لحقتش اكل. طب ليه بنتخن؟ المشكله فين؟ ولا احنا بنتخن من شويه الهواء اللي بنتنفسهم ولا ايه؟ ده السؤال اللي بيجي لي دايما من كل المرضى اللي معايا. هو احنا ليه بنتخن في رمضان؟ ليه بس كده بس كده بس؟ ليه بس كده بس كده بس؟ بص بالراحه كده، الموضوع فيه تركية صغيره انت كان المفروض تفهمها قبل رمضان. الموضوع هو عباره ان احنا بناكل من وقت الفطار لوقت السحور. طول النهار جسمنا او معدل الحرق بتاعنا اللي هو الميتابوليزم يعني بيحرق في مخازن السكر اللي في الجسم. يعني كده برضو مفيش اي مشكله. لا، الحقيقه بقى ان في مشكله. المشكله بقى ان فتره الفطار الصغيره دي في الوقت القصير ده انت بتدخل جسمك كميه كبيره جدا. عشان كده جسمك مش هيلحق يدخل في المرحله الثالثه، وهي مرحله حرق الدهون في جسمك. معدل البي ام ار ما بيتغيرش كتير. عشان كده بنتنقل للمشكله الثانيه، نقص النشاط في جسمك كله، وده بيقل بسبب الخمول اللي انت بتحس بيه وقت الصيام. عشان كده وقت الصيام جسمك ما بيلحقش يحرق السعرات الحراريه الزياده اللي انت دخلتها له وقت الفطار. يعني اول مشكله هتواجهنا هي الوقت. طب ايه المشكله الثانيه؟ الهرمونات واللعبه بتاعه الجوع والشبع. في 2 هرمون هيبقوا معاك طول الشهر ده. الجرلين هو هرمون الجوع، والليبتين اللي هو هرمون الشبع. هرمون الجوع ده كل الدراسات العلميه لقت ان مستوياته بتزيد جدا بعد فتره الصيام، وده بيخلق دافع قوي لجسمك انه ياكل بشراهه. اما بقى هرمون الشبع مستوياته بتقل بشكل مرعب، خصوصا عند الناس اللي عندها سمنه او اللي وزنها زياده وبتحاول تمشي على دايت طول السنه. كل ده معناه ان اشارات الشبع بتوصل لمخك متاخر، فتاكل اكتر من احتياجاتك بكتير. وفي بروتين مسؤول عن حساسيه الانسولين وحرق الدهون. البروتين الغلبان الطيب ده بيجي في شهر رمضان مستوياته بتنزل في الارض، وده بيساعد الجسم انه يخزن دهون اسهل في فتره الليل. كل ده كوم، وكل الكلام المجعلص ده اردموا عليه خالص. احنا في رمضان عندنا روتين صعب جدا. يعني احنا على وجبه الفطار هتلاقي دايما حمل جلايسيمي عالي، وده بيعلي السكر في الدم بسرعه، وده عشان حضراتكم مقضينها محاشي ومحمر ومشمر. ده غير الحلويات والقطايف واليميش. كل ده بيعمل انفجار في مستويات الانسولين اللي بدوره بيخزن الدهون فورا. فالوجبه بيبقى فيها اكتر من 1500 سعر حراري. مستويات السكر في جسمك ما بتقدرش تسيطر عليها نهائي. عشان كده بتخرج في رمضان بكرش، لان الزياده من الدهون اللي جسمك مش عارف يتعامل معاها بتتحول على شكل كرش ما شاء الله قد البطيخ. عمر بيقول لي لقيت تطلع لي الكرش، فين الكرش ده؟ زي ما انتوا عارفين ومتابعيني على مدار فتره كبيره، النوم هو اهم حاجه تساعدك على الحرق. وطبعا احنا الساعه البيولوجيه بتاعتنا في رمضان مضروبه بالجسد. فالميلاتونين اللي هو هرمون النوم مستوياته بتعلى جدا بالليل. هو اصلا بيفرمل افرازات الانسولين في الجسم عشان ما يهبطش وانت نايم. فلو ساعه النوم عندك اتظبطت بشكل مناسب، وقتها الميلاتونين والانسولين هيكونوا مستقرين، ودول هيساعدوك انك تحرق الدهون اللي انت اكلتها حتى وانت نايم. كل الكلام ده بنضيف عليه شويه حاجات بنعملها في يومنا، هو ان احنا بنسحر فول وساعات بطاطس وبتنجان وشويه حاجات تهيج القولون وتعمل غازات، وما بناكلش اي حاجه تساعد على الحرق. طب يلا بقى نقوم بالنهار عشان ننزل نعمل اي حاجه؟ لا خالص، احنا هنفضل نايمين لحد بعد العصر او حتى لحد اذان المغرب. والله بغض النظر يعني ان ده ما يعتبرش صيام، ده معناه ان احنا بنقضي 16 ساعه من حياتنا نايمين وبنقوم ناكل على طول، فطبيعي الجسم ما يحرق. احنا في الفطار مقضينا اكل كله دهون وزيوت، وفي النص بناكل حاجات مسكره ونقانق، وساعات بناكل باقي من اكل الفطار، وعلى السحور نضرب فول وطعميه. بنيجي على اخر رمضان نلاقي جسمنا حصل له تغيير وتخنا قد 10 15 كيلو. فالموضوع كله محتاج شويه تظبيط هرمونات الجوع وهرمونات الشبع وتظبيط النوم، وكله هيبقى زي الفل. وبس بقى، لو عندك دلوقتي صلاه قوم صليها، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وفعل زر الجرس عشان الفيديوهات الجديده. ولو في اي سؤال سيبه في الكومنتات، ويلا رمضان كريم.